النهارده ان المباراه دي بمثابه الهزيمه بالنسبه له، ان هو يتعادل مع الشرقيه احد الفرق الصاعده على ملعبه، تعتبر هزيمه، نقطه بطعم الخساره لنادي امبي، رغم ان كان برضه هيخسر المباراه دي في الانفراد الاخير اللي ضيعه كينيس، اللي احنا قلنا ان هي ممكن تكون ضربه جزاء. كابتن علاء، هارد لك النهارده. كابتن كريم، تحياتي وتحياتي للكابتن شادي كابتن سامي الشيشيني. وكابتن سامي الشيشيني طبعا، يعني ده حاجه محترمه جدا، وبشكركم طبعا على تقييمكم دايما لاداء انبي، وخاصه المباراه اللي فاتت اللي الناس اتجهت استسهالها، وانتوا اديتونا حقنا فيها بالامانه، كابتن شادي وكابتن سامي بالامانه. النهارده مباراه يعني الكل بيقول ان مع فريق صاعد، هو صاعد اسما، انما في الملعب لعيبه كلها خبرات دوري ممتاز. ايمن سعيد وحسام حسن وسامح شوشه ومحمد سمير وتراوري في الشرطه وعبد الرحمن حسان وكينيس، يعني ومعاهم طبعا الكابتن طارق يحيى، طبعا مدرب محترم. يعني هي مباراه حلوه، يعني انا بقول هي مباراه حلوه، مباراه مفتوحه. احنا كنا ممكن ننهي المباراه في الشوط الاول، الانفرادين بتوع عمرو مرعي، وبعديها احرز هدف، وبعديها انفراد ثاني كان لو هو ما قننش فيها كان على يمينه ماريو، وعلى يمينه ممكن نحرز هدف ثاني ونخلص المباراه. يمكن الشرقيه ادت نهايه الشوط الاول بشكل كويس، اخر 10 دقائق استحوذوا، هاجمونا كرات عرضيه كتيره، ده كان جاي نتيجه ان في تقصير من عدد من اللعيبه في الملعب. الشوط الثاني طبعا ما لحقناش، يعني انا لسه هعمل تغيير علي عيد ووادي لام عشان يسيطر على نص الملعب، جت ضربه الجزاء طبعا، وبعدين الهدف الثاني. اعتقد صعب علينا المساله شويه، انما قدرنا نرجع تاني للمباراه، عملت تغييرات، لاما بقى متحرر ناحيه اليمين، عمرو حلاوي من ناحيه الشمال، ماريو صلاح الشامي، عمرو، قدرنا نحرز هدف التعادل ووضعنا فرص. انت بتقول في الفرصه بتاعت كيليس الاخيره كان ممكن يجيبها، احنا في الوقت الضايع في الخمس دقائق الوقت الضايع احنا مضيعين 3 اهداف يا كابتن كريم. ايوه صح صح، يعني احنا قلنا المباراه راحت وجت وممكن اي حد يكسب. ده في لعبه لعبها عمرو طارق على الارض بمنتهى القوه على الارض، جون بس هو كانت على يمينه وهو اشول. انا فوجئت انها بيلعبها عاليه، ده هي على الارض. هي قلشت يا كابتن علاء، قلش. لا حاجه يعني النهارده، بص انا هقول لك كابتن كريم، هو مالناش نصيب ان احنا ناخد 3 نقاط في الملعب، وكنا ممكن نخسر النقطه، يعني كان بصراحه في الهجمات المرتده والكرات اللي هي بسرعه الكريس كنا ممكن يجي هدف ونخسر، انما بقول الحمد لله. اهم حاجه ان الاداء كان كويس بالنسبه للفرقتين. الشرقيه مباراه كويسه، فيها اهداف، فيها مباراه مفتوحه. الحمد لله، يعني رغم ان خروج لعيبه كويسه من انبي، انما اعتقد ان اداء انبي اتغير، في كره سريعه بنوصل كتير للمرمى. يمكن في كسور شويه النهارده حصلت في النواحي الدفاعيه، ان شاء الله تتعالج الفتره اللي جايه باذن الله. او يمكن انت خدت السؤال اللي كنت اسالك يا كابتن علاء، معاك سامي الشاشيني. كابتن سامي حبيبي. كابتن عايز احييك طبعا على البدايه اللي هي 3 بعرض الملعب دي، اللي هو ابراهيم يحيى وصلاح سليمان وعمرو طارق. يمكن النهارده البدايه ان هم ال3 بيلعبوا بالعرض، يعني ما فيش بقى باك يمين وباك شمال حسب اتجاه الكوره. ولكن لاحظنا يا كابتن النهارده في ثغره في الحته دي، ان اللعيبه دي عندهم مشكله في التنفيذ، ولا كان في ايه؟ لان النهارده الانبي 3 انفرادات او 4 انفرادات للشرقيه، يعني فالنهارده دي صعبه في ظل الطريقه حاجه بتعملها دي جديده، يعني في ناس كتير ما فيش حد لعب بيها في الفتره اللي فاتت دي، اللي هي 3 يبقوا بعرض الملعب، لكن في ثغره. هل دي من المدافعين؟ هل من الترحيل؟ هل من العمق؟ اكيد انت اكتر واحد شايف في الملعب يا كابتن. بص يا كابتن سامي، طبعا يعني انا لما بلعب بطريقه لعب، يمكن ما لعبتهاش المباراه اللي فاتت، بس دي نتيجه الظروف الاصابات اللي عندي. لما احمد صبحي اتصاب المباراه اللي فاتت، وعند احمد يونس وطبعا كان في اسامه، وعندي عمرو الحلواني باك شمال، بس عنده القدرات الهجوميه اعلى من الدفاعيه، فانا فضلت ان العب ب3 وادي تحرير او تحرر لعمرو الحلواني من ناحيه الشمال، وعلي فوزي من ناحيه اليمين، واعمل كثافات عدديه في نص الملعب بإيمانويل، وفيهم لاما كثافه هجوميه، وماريو وصلاح عاشور، وفيهم عمرو مرعي. بس للاسف ما كن يعني في 2 أو 3 لعيبه بالامانه، يعني انا دي هحتفظ باسمائهم، كانوا خارج الخدمه من الشوط الاول. غيرت واحد منهم، يمكن غيرت واحد منهم وفاهمين. وعمرو الحلواني كان خارج الخدمه في الشوط الاول، بس الشوط الثاني عمله بشكل رائع. يعني بعد الكلام بين الشوطين عمله بشكل وادى بشكل كويس جدا. لما بتحس ان في 2 لعيبه، والمفروض ال2 لعيبه دول او 3 لعيبه تقال خارج الخدمه، بتصعب عليك. في الناحيه الثانيه الشرقيه كان عندهم حافز جامد جدا، خاصه المباراه اللي فاتت عايزين يعوضوا.
بالنسبه للثغره اللي في القلب ده كابتن سامي هنعالجها. يمكن هي عدم تمركز، برضه بيبقى عدم تركيز برضه شويه، يمكن برضه الطريقه لسه ما تعودوش عليها قوي، دي هنعالجها. برضه لازم نقول ان كينيس عنده سرعات، ويمكن الكره كانت بتخدمه، يعني الكره بتروح في مكان على بال ما اللعيب بتاعنا يقدر يلم نفسه كان بيوصل هو. انما في النهايه بقول الحمد لله على التعادل، كنا ممكن نخسر وزعلان على النقطتين لان كان المفروض ان احنا نكسب في ملعبنا مع فريق الشرقيه. كابتن علاء، شادي محمد مع حضرتك. كابتن شادي، خليني اقول لحضرتك دور التحليل. ممكن حضرتك بتتفرج على الشريط مره واثنين وثلاثه وتعالج الاخطاء. احنا ممكن عشان قاعدين في الاستوديو ومركزين في كل لعبه فدورنا نقدم النصيحه لحضرتك. انا شايف فريق انبي من الفرق المصنفه اللي هي تنافس على الدوري كامكانيات لعيبه وكامكانيات نادي، لكن انا شفت النهارده في مشاكل كتير جدا وانا متفق، بس كان مهم جدا ان انا اكد لحضرتك فريق انبي بيبذل مجهود قدام جدا، لكن ما ينفعش من سمات الفرق اللي احنا مصنفينها فرقه تنافس على الدوري وعندنا امل فيها بشكل كبير جدا السنه دي تروح كميه الانفرادات اللي فيها عشوائيه في قلبي الدفاع بمسانده الاطراف كانت صعبه جدا 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 يعني. انفرادات علينا يعني كابتن شادي؟ والله انت معلش، انت برضه لو جيت حسبتها، ما انت طالما الفريق بيهاجم هتلاقي فيه ثغرات طالما انت بتهاجم. وبعدين هم برضه لما حصل ان هم تقدموا علينا فخلاص انت بدات تهاجم بطريقه حتى المدافعين ودي تتاخد عليهم طبعا ان هم لازم يكونوا مركزين في مراكزهم، ما لهمش دعوه بقدام. يعني انا يهمني جدا ان انا ما اخش فيها جون هدف ثالث، فدي برضه دي حاجات هتتعالج. عارف يا كابتن علاء، انا ما اقصدش كده، انا اقصد لو حضرتك بصيت للهدف الثاني اللي جاب في مرمى انبي، الراجل معاه كوره في وسط الملعب، قلبي الدفاع متمركزين خطا سايبين الراجل انفراد، وهي كانت لعبه سهله جدا التغطيه، كان ممكن تفرق مع الفريق اللي هو يفضل متقدم. مظبوط يا كابتن شادي، انا اتفق معاك تماما، وانا يمكن قلت لحضرتك ان فعلا في سلبيات وفي اخطاء، دي هنشوفها بقى، عدم تمركز صح، عدم تركيز في الملعب. انما يعني انا بشكركم ان انتم مصنفين فرقه انبي رغم ان انبي خرج منها لعيبه كويسه جدا واتباعت يعني طبعا بره زي اسامه ابراهيم وزي ناصف وزي رفعت وزي اكرم، وان شاء الله باذن الله باللي موجودين نقدر نعمل حاجه كويسه الموسم ده. انما يعني مش عارف هل انتم ملاحظين لا انبي اختلف كتير عن الموسم اللي فات في سرعه في الاداء، في وصول للمرمى الخصم بشكل رائع. احنا لو استغلينا الفرص اللي جات لنا النهارده يا كابتن شادي اعتقد كنا هنعمل سكور عالي برضو. واحنا كابتن للامانه ادينا حق حضرتك كفريق احسن فرقه الاسبوع اللي فات، قدمت كوره دفاع وهجوم ولياقه بدنيه وكوره جماعيه، فكان فريق انبي. تمام ربنا يخليك يا كابتن شادي، وانا فعلا وصل لي الكلام ده وسمعته منكم، وبشكرك تماما وبشكر كابتن كريم وكابتن سامي الششيني. استوديو تحليل محترم، يعني فاهم بنسمعكم اكنكم انتوا اكننا شايفينكم انتوا في قدامنا الشاشات يعني. الله يخليك كابتن علاء. يعني الاسبوع الجاي امبي هيلعب مع مين؟ مع المقصة ان شاء الله في الفيوم. مباراة صعبة، خلاص احنا بننسى المباراة دي اللي عدت، ان شاء الله نستعد للمباراة اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي امبي.